ليش؟ في ناس طلعت وقالت أنا ارتحت على نظام الطيبات وبطني والقولون صار أحسن ونزل وزني، وهون الفخ. الناس مفكرة حالها إنها ارتاحت لأنها منعت البيض أو الدجاج، بس الحقيقة غير هيك تماما. تخيل معي هلأ شخص طول عمره بياكل أكل مقلي، وجبات سريعة، أكل معلب، صوصات مليانة زيوت مهدرجة وسكر زيادة وحلويات. هذا الشخص جسمه كان عم يصرخ من الالتهاب، صح ولا لا؟ وبتلاقيه فجأة لما دخل نظام الطيبات هو علميا وقف كل هالتخبيص، وقف السكر المصنع، وقف الزيوت المهدرجة، وصار يصوم ويتحرك. فبهالحالة طبيعي جدا انه الجسم بيرتاح، بس الراحة هي جاية لانك نظفت اكلك بس، مو لانك منعت الخضار والبروتين الطبيعي. يعني انت حرفيا سحبت السموم من جسمك، بس بالمقابل حرمت حالك من احجار البناء الاساسية لعضلاتك. وهون بقى العقل بيوقف، وبتصيروا كلياتكم بتفكروا كيف يعني نظام بيدعي انه طيبات وبيحارب الالتهابات، وبنفس الوقت بيمنعك من اعظم مصادر بروتين يلي خلقهم الله.